السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح أعمل معاكم فطاير القلاي بالجبنة النابلسية والزعتر الأخضر. إذا عجبتكم وصفتي اعملوا لي لايك واشتركوا بقناتي وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل شي جديد. بتمنى وصفتي تعجبكم وتقدميها مع كاسة شاي. شوفوا كيف ما أحلاها، مبين فيها الجبنة والزيتون والزعتر الأخضر. وجبة خفيفة ولطيفة. هلأ فيجاط بنزل كاستين حليب سائل، ربع كاسة زيت، بيضتين، معلقة خميرة، معلقة سكر، معلقة بيكنج باودر. بخلطهم منيح. هلا راح اجيب 3 اكواب من الطحين ونص، بنزلهم وبخلطهم منيح وبنزل معهم رشة ملح، معلقة سماق، معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة زعتر بسمسم، وبخلطهم منيح حتى يصبح القوام كثيف. هلأ صار الخليط جاهز، راح أتركه يتخمر لساعة إلا ربع. هلأ راح أجيب كاسة جبنة بيضة بعد ما نقعتها برشتها، كاسة جبنة قشقوان، نص كاسة زيتون، وجبت كاسة زعتر بعد ما غسلته فرمته نصف فرمة وخلطتهم مع بعض، ونزلت الخليط بعد ما تخمر عليه وخلطتهم منيح. بحركهم منيح حتى يتداخلوا مع بعض. هلأ الخليط صار عندي جاهز. بجيب قلاي بدهنها بزيت، بنزل عليها الخليط، بفردها منيح. طبعا بكون بلي المعلقة بزيت حتى تفرد معي منيح، وبغطي عليها حتى تستوي. هلأ استوت من تحت. هلأ راح أدهن الوجه بزيت عشان لما أقلبها برضو كمان تتحمر. شوفوا ما أحلاها. بضغط عليها حتى تستوي منيح وبرجع بغطيها. هلأ صارت جاهزة وبنزلها مرة تانية. بدهن وجهها طبعا بزيت حتى تسهل تحميرها. هلأ صار الفطاير عندي جاهزة. عن جد منظرها كتير بجنن وطعمها كتير بشهي. بتمنى وصفتي تعجبكم، تعملوا لي لايك وتشتركوا بقناتي وتفعلوا جرس التنبيه ليصلكم دائما كل شي جديد.